لو تعبت شهور أو حتى سنين علشان توصل لحاجة كنت متأكد إنها هتغير حياتك، وبعد لما وصلت لها اكتشفت إن الإحساس اللي كنت مستنيه مجاش، أو جو اختفى أسرع مما كنت متخيل. يا ترى المشكلة هنا في الهدف ولا في الطريقة اللي عقلنا بيشتغل بيها؟ بعد وقت طويل من السعي أخيراً بتوصل للحاجة اللي كنت بتحلم بيها، إن كانت بقى وظيفة، جواز، بيت جديد، أو مبلغ معين كنت بتحاول تحوشه لهدف ما. بعد ما بتحقق هدفك بتقعد مستني تحس بالإحساس اللي كنت متوقعه، لكن الغريب إن الإحساس ده إما ما بيجيش أصلاً أو بيجي ويختفي بسرعة لدرجة تخليك تشك هو أنا فعلاً حسيت بيه ولا في حاجة غلط أنا مش فاهمها. يا ترى المشكلة في الهدف ولا في الخطة اللي عملتها ولا في إيه بالظبط؟ لو ده حصل معاك فأنت مش لوحدك. الحقيقة دي ظاهرة نفسية قديمة جدا ومنتشرة جدا وبتأثر في حياتنا من غير ما ناخد بالنا. فالسؤال هنا، ليه بنفضل نجري ورا حاجات واحنا من جوانا مش واثقين إذا كانت هتحقق لنا الرضا اللي بنتمناه ولا لأ؟ الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس كان أقوى رجل في زمانه، كان بيقود جيوش ويملك كل وسائل الرفاهية اللي ممكن أي إنسان يحلم بيها، ومع ذلك كتب في مذكراته الخاصة جملة بسيطة لكن عميقة جدا. كان بيقول معظم اللي الناس بتجري وراه كلام فارغ. كان بيفكر نفسه بحقيقة بينساها كل يوم. وقال كمان أنت تملك السيطرة على عقلك وليس على ما يحدث حولك. وده ما كانش وعظ، على قد ما كان ماركوس بيصارع نفس الصراع اللي كلنا بنعيشه، والصراع ده للأسف ملوش علاج سحري، لكن ينفع معاه التدريب كل يوم، حوار مستمر بينك وبين نفسك اللي مقتنعة إن هدفك الحالي هو اللي أخيراً هيخليك سعيد. طب إيه مصدر أفكارنا دي أو إيه سببها؟ الحقيقة إن العقل البشري ما بيمشيش بالمنطق وبس، المقارنة بتلعب دور كبير في تشكيل أفكارنا وتوجهاتنا. عقلك بيبص للمسافة بين اللي انت فيه دلوقتي واللي متخيل انك ممكن توصله، وعشان كده الرغبة هنا ما بتكونش غالبا في الشيء نفسه، انما في الرحلة، في لهفة الوصول للهدف، في الإحساس انك بتقرب له. وده مش مجرد كلام، العلم أثبت ان المخ بيفرز مادة اسمها الدوبامين المعروفة بهرمون السعادة. الدوبامين ده المخ بيفرزه مش لما بتمتلك الحاجة، إنما لما بتتوقع إنك هتمتلكها. يعني المتعة الحقيقية بالنسبة للمخ مش في الامتلاك، إنما في المطاردة. وطبعا لما بتوصل المطاردة بتنتهي والحماس بيختفي، وفجأة من غير ما تحس عقلك يبدأ يدور على هدف جديد، حاجة جديدة، حلم جديد، وكأن اللي وصلت له ما كانش كفاية ولا كان هو الحلم من الأساس. أغلب معاناة الإنسان سببها إننا بنتعامل مع حاجات خارجة عن سيطرتنا كأنها في إيدينا، زي النجاح أو رأي الناس فينا أو إنجازاتنا اللي فاكرين إنها هتفضل معانا للأبد، وبنبني سعادتنا على حاجات عمرها ما كانت مضمونة. ولما تتغير الحاجات دي بنتفاجئ ونتألم. سهل إنك تسمع الكلام ده وتحس إنك فهمته وتتفق معايا فيه، لكن الحقيقة اللي أغلبنا بيهرب منها هي إننا ساعات بنجري ورا حاجات مش لأننا فعلا محتاجينها، لكن لأننا خايفين من البديل، خايفين نقف، خايفين نهدى، خايفين نعيش اللحظة، خايفين نرضى باللي عندنا. وبالنسبة لناس كتير السكون أصعب من السعي، والهدوء بيخلق مساحة لمواجهة نفسنا بحاجات بنهرب منها في دوامة الحياة. بعكس الطموح اللي بيديك إحساس إنك ماشي لقدام وبيصنع لك هوية، بتقول لنفسك أنا شخص عندي هدف وبشتغل عليه. لكن في نفس الوقت الهدف ده ممكن يتوهك ويشغلك عن سؤال أهم. السؤال ده هو: هل الحياة اللي أنا عايشها دلوقتي هي فعلا الحياة اللي أنا عايزها؟ مطاردة الأحلام بتملى وقتك ويمكن تكون ممتعة وإيجابية، لكن أوقات بتمنعك تسمع صوت الأسئلة اللي جواك. أحد الفلاسفة كتب جملة تستحق إننا نقف عندها. قال معظم الناس لا يعيشون حياتهم بل يؤجلونها. بالظبط زي ما احنا بنقول لما أحقق الحاجة دي هبدأ أعيش حياتي، لما أوصل للمكان الفلاني هرتاح، لما يحصل كذا هبقى سعيد. ودي سيناريوهات تأجيل واضحة جدا، ونفضل نأجل سنة ورا سنة لحد ما نتفاجئ إن الحياة اللي كنا مستنيين نعيشها عدت من غير ما نعيشها. فكر معايا لحظة، إيه الحاجة اللي أنت مأجل حياتك بسببها ومخلي الوقت اللي بتقضيه حاليا مجرد محطة انتظار؟
وانت في الحقيقة قاعد فيها مستني قطر عمرك يعدي. كلامي ده مش ضد الطموح، بالعكس، احلم وخطط واشتغل، ابني واسعى، لكن ما تشتغلش على هدف وانت رابط نفسك وقيمتك وحياتك وسعادتك بالنتيجة اللي هتوصل لها. افتكر دايما ان عليك السعي وليس عليك ادراك النجاح. سيب التوفيق لربنا. حاول واجتهد، ولو غلطت جرب تاني وقوم من جديد، مرة تنجح مرة لأ. المهم تتعلم تشتغل بإخلاص من غير ما تكون أسير للنتيجة. يكون عندك طموح من غير تعلق. احلم من غير يأس. ابذل مجهود حقيقي، سعي دؤوب، من غير ما تتحول النتيجة لمسألة حياة أو موت. تطلعاتنا وأحلامنا جزء من طبيعتنا. ربنا خلق الإنسان بيحلم ويسعى ويتمنى الأفضل، لكن المشكلة الحقيقية هي الفكرة اللي مستخبية ورا أمنياتنا. الفكرة اللي بتهمس جواك وتقولك لما أوصل للهدف ده هرتاح ومش هيبقى ناقصني أي حاجة. لو فكرت فيها كويس هتلاقي معناها إن دلوقتي ناقص منك حاجة، وكأن قطعة من نفسك أو حياتك ضايعة، ولازم تفضل تدور عليها في مكان بعيد، بإنك تشتغل أكتر أو تنجح أكتر أو ينزل عليك حظ من السماء، وساعتها بس هتحس إنك وصلت ولقيت الجزء المفقود من حياتك. لكن الحقيقة غير كده خالص. الحقيقة إن الفكرة دي كذبة متزوقة وبتتكرر كل يوم، لدرجة إن كلنا بقينا مصدقينها. والمفارقة المؤلمة إن الحاجات اللي بنجري وراها غالبا مش هي أكتر الحاجات اللي فعلا تهمنا. بنجري ورا مكانة اجتماعية وإحنا في الحقيقة بندور على الاحترام، والاحترام بيجي من جواك. لما تقدر نفسك وتعتز بيها بتخلق هالة حواليك الناس بتحس بيها تلقائيا من غير ما تبذل مجهود. بنجري ورا الفلوس وإحنا في الحقيقة بندور على الأمان اللي بتحققه الفلوس، لكن الأمان مش رقم في البنك، الأمان إحساس. لو كان الأمان بيتقاس بالأرقام ما كانش يبقى فيه أغنياء بيعانوا من القلق. بنجري ورا إعجاب الناس وفي الحقيقة إحنا عاوزين نحس إن لنا قيمة، لكن القيمة والثقة اللي مصدرها الناس عمرها قصير، بتعيش طول ما الناس راضية عننا وتموت أول ما رأيهم فينا يتغير. ثقة مستعارة. الثقة الحقيقية جذورها نابعة من جواك. رسالتي ليك هي الحياة المثالية اللي انت مستني تعيشها هي الحياة اللي انت عايشها دلوقتي، اللحظة دي مش اللي بعدها. انت مش في غرفة انتظار، دي حياتك اللي هتعيشها مرة واحدة من غير إعادة. قدامك اختيارين، يا إما تفضل تجري طول عمرك وكل ما تقرب من هدف يظهر هدف جديد، وتفضل دايما متخيل إن السعادة مستنياك على بعد خطوة، أو تسيبك من السراب ده وتبص جوه نفسك، مش علشان تستسلم أو تبطل تحلم، لكن علشان تسأل نفسك بصدق أنا فعلا بتمنى إيه؟ مش الناس عايزة مني إيه، ولا المجتمع شايف إن المفروض أحقق إيه، إنما أنا نفسي في إيه؟ إيه اللي بيريحني وإيه اللي بيرضيني؟ دورك الحقيقي هو إنك تجاوب على السؤال ده، مش الجري المستمر ولا الهدف اللي بعده هدف من غير ما تكون حقيقي محتاجه. جاوب بصدق على سؤال واحد، لو بطلت تجري ورا الحاجات اللي كل الناس شايفة إننا لازم نجري وراها، أنت هتختار إيه؟ سؤال بسيط وإجابته أبسط مما تتخيل، لكن تنفيذها هو الجزء اللي ممكن يكون صعب شوية. علشان كده اكتب إجابتك في مكان عينك بتشوفه باستمرار، لأن معرفة الحقيقة شيء وإنك تعيش بيها شيء تاني خالص، والمسافة بين الاتنين هي المحطة اللي هتنطلق منها في رحلتك اللي بتوجهك فيها بوصلة أحلامك الحقيقية. لو في جملة واحدة من كلامي علقت معاك اكتبها لي في التعليقات، وأشوفكم الفيديو الجاي، وسلام.